طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة يا شباب الجاهزية، شباب دولة تأسيس، شيروا هذا المقطع. الموضوع مهم 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 وعاجل وعاجل وعاجل. الناس لازم تشير الرسالة دي، والناس كلها تكون مترابطة وتكون متكاتفة. أول شيء يا جماعة، الفلنقايات دي أو جماعة البرهان كلها بصفة عامة كده صورت قوات مشتركة بكثافة كده ونشرتها بكون جاي ويمد في شائعات لافة كلها. الناس دي بكون دايرة فيك حصار الفاشر، والناس دي كلها مرتكزة اتجاهات واحدة بس. عشان انا داير اقول لك، والشغل الان الشقالين فوق الكيزان بتاع نشر القوات حقت المشتركة والاعلام الشقال ده كله عشان يفكوا حصار المشتركة، ده تمويه. الناس خليه تفهم، ده تمويه، وبكون دارين يدقوا منطقة تانية غير حصار الفاشر. حصار الفاشر ده خلي جنب كويس. الناس دي دارين يموهوكوا بالفاشر وفي النهاية دارين يدقوا مثلا النهوض ولا يدقوا اي منطقة تانية. المرة اللي فاتت كان في 4 اشتباكات شغالة من غير اشتباكات بارة، فجأة ظهرت لنا بارة دي فيها كثافة حقت قوة وهم بحتة المستهدفين بارة. عشان كده من هنا وقدام، من حاليا دي الناس لازم تشير الرسالة دي وتسمع الكلام ده كويس. ما كل القوة يودوها اتجاه الصحراء، ولا كل القوة يخطوها في النهوض، ولا كل القوة يخطوها في الزرق، ولا كل القوة يخطوها في حتات كده ما معين. أول حاجة القوة دي كلها يشتتوها. احنا شغلنا من زمان فزع. نص ساعة القوات كلها بتجيك، عشان انا اوريك نص ساعة القوات دي كلها بتجيك. الآن الناس تشير الرسالة دي وما تتمركز في حتة واحدة وما تخد نفسها في حتة واحدة، والقوات كلها تنتشر على جميع المحاور، والناس تكون نايمة، الناس تكون صاحية، والناس تكون عندها يقظة، ويكون الحس الأمني عالي. دي رسالتنا للأشاوس، والناس لازم تشير الرسالة دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة يا شباب الجاهزية، شباب دولة تأسيس، شيروا هذا المقطع. الموضوع مهم 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 وعاجل وعاجل وعاجل. الناس لازم تشير الرسالة دي، والناس كلها تكون مترابطة وتكون متكاتفة. أول شيء يا جماعة، الفلنقايات دي أو جماعة البرهان كلها بصفة عامة كده صورت قوات مشتركة بكثافة كده ونشرتها بكون جاي ويمد في شائعات لافة كلها. الناس دي بكون دايرة فيك حصار الفاشر، والناس دي كلها مرتكزة اتجاهات واحدة بس. عشان انا داير اقول لك، والشغل الان الشقالين فوق الكيزان بتاع نشر القوات حقت المشتركة والاعلام الشقال ده كله عشان يفكوا حصار المشتركة، ده تمويه. الناس خليه تفهم، ده تمويه، وبكون دارين يدقوا منطقة تانية غير حصار الفاشر. حصار الفاشر ده خلي جنب كويس. الناس دي دارين يموهوكوا بالفاشر وفي النهاية دارين يدقوا مثلا النهوض ولا يدقوا اي منطقة تانية. المرة اللي فاتت